مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. نتمنى كامل تكونوا في احسن الاحوال، كامل تكونوا فرحانين مهنيين يا رب العالمين. اول ما نبدا لا فيديو نتاع اليوم بغيت نشكر كامل اللي راهم مشاركين في القناه، نقول لكم الف شكر لكم ومرحبا بكم ونورتوا القناه اللي هي قناتكم، ونتمنى تكونوا استفدتوا منها ولو القليل، ونعود خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله. شوفوا هنا يا البنات، القماش هذا زدت له قطعه من الفوق كما راكم تشوفوا، وكنخيطوهم مع بعضهم الخياطه كامل ما تبانش. هذه القطعه هذه زدناها جهه الصدر البنات من الفوق. علاه زدناها البنات؟ بيسك هذه المراه هذه جابت لي مترتين ونص وهي طويله، كي تعود المراه طويله الطول راح ينقص. علاه؟ خطره ماه القطيفه نتاعنا الاستيك نتاعو نرجعوه جهه العرض. كنرجعوا الالاستيك جهه العرض راح اوتوماتيكمون ينقص في الطول نتاع القماش. رايحين نزيدوا هذه القطعه هذه. كي نكملوا نخيطوا هذه القطعه هذه الصغيره مع القندوره البنات ونحدوها كما راكم تشوفوا، ما تبانش كامل هذه القطعه هذه باللي زدناها. واللي ما عرفتش كيفاه تفصل هذا الموديل هذا البنات، نقول لكم ارجعوا للفيديوهات السابقه، راني درته بالتفصيل الممل، يعني بالقياسات بكلش. فقط يعني نقول لكم القياسات، يعني كل وحده بالقياسات نتاع الوالده نتاعها ولا عجوزتها ولا لمن تحب تخيط. المهم الفيديوهات السابقه راني درت بالتفصيل الممل كيفاش رايحين نطبقوا القماش تاعنا وكيفاش رايحين نزيدوا هذا القطعه هذه، يعني راهو بالتفصيل الممل. فقط كما قلت لكم ارجعوا للفيديوهات السابقه. هنايا ما بغيتش نضل نعاود ويكون الفيديو طويل البنات ونضلوا نعاودوا في نفس الاشياء. هنا بعد ما طبقت القندوره نتاعي على زوج، حددت المنتصف نتاع الرقبه نتاعي، يعني تراسيتها بالحديده باه كي نجي نفصل تكون سهله. هنا فوق تحت الرقبه البنات رايحه ندير فيها 7 سنتيم، شوفوا، ونعلم نقطه، ومن هذيك الجهه رايحه نهبط ب21 سنتيم ونعلم نقطه، ومن هذه الفتحه نتاع الرقبه نهبط ب14 سنتيم ونعلم نقطه، ونروح نوصل هذه النقاط هذو مع بعضهم، ونزيد هنا نوصل النقطه اللي هبطناها ب14 سنتيم مع النقطه اللي هبطناها ب21 سنتيم، نوصلوهم بخطوط مستقيمه. دركا رايحه نغير اللون باش تبان لكم مليح الرسمه البنات. شوفوا دركا هنا في الكوتي هنايا اللي هذيك النقطه اللي هبطناها ب14 سنتيم رايحين نخرجوا هنا بواحد سنتيم ونديروا هذه التحريفه هذه الصغيره. شوفوا خرجنا من هنا بواحد سنتيم ونحرفوا شويه الرقبه نتاعنا بهذا الشكل هذا. شوفوا يعني هنا في الكوتي مش رايحه تجي خط مستقيم، رايحه نخرجوا كما قلت لكم بواحد سنتيم ونقصوا الرقبه نتاعنا بهذا الشكل هذا. وهنايا هذه القطعه هذه اللي نحيناها من الرقبه نزيدوا نفصلوها الى 2 قطع في الوسط، يعني رايحين نقصوا في الوسط ونتحصلوا على هذا الشكل هذا. درك هذه القطع هذو نحطوهم بهذا الشكل هذا، يعني هذوك الجهات اللي طوال في القطعه نرجعوهم جهه الجنب. ولا دونتال نحتاجو 30 سنتيم البنات، 30 سنتيم يكون كافي ووافي. هذه الحافه نتاع لا دونتيل البنات رايحين نحطوها على الحافه الطويله هذه اللي تجي في القطعه نتاعنا فيها حافه طويله، رايحه نحط عليها الحافه نتاع الدونتيل نتاعي ونقص كما قلت لكم 30 سنتيم رايحه تكفي لهذا الزوج قطع. ونزيد هنا نقص في الوسط كما راكم تشاهدوا البنات. شوفوا هنا البنات رايحه نوضح لكم حاجه، هذا الدونتيل هذا الجهه المليحه حطوها فوق الطاوله، يعني الجهه اللي فيها البريو ولا الجهه المليحه نتاع الدونتيل حطوها فوق الطاوله نتاع الماشينه نتاعكم، وحطوا فوقها البياسه هذه. الجهه نتاع القطيفه تتحط فوق الدونتيل، وهنا نقول لكم على حطيت الدونتيل الاول والبياسه الثانيه. بيسك راهو الدونتيل هذا فيه الاستيك ياسر، يعني راهو يتكسل، كون تحطوه من الفوق وتخيطوا كي تكملوا القطعه نتاعكم رايحه تكون مكمشه، مي بهذه الطريقه هذه رايحه تكون مكسله ومعدوله. وهنايا كي تحطوا كما قلت لكم البياسه نتاعكم فوق هذا الدونتيل خيطوا كامل الجهات هذو على بعد 3 ملم. بعد ما كملت البنات خيطت كامل، يعني القطعه نتاعي في زوج خيطتهم هاهم. درك نروح نقص لا دونتيل، نقصو الزايد كامل رايحه نقصو باش ندي الشكل نتاع القطعه نتاعي اللي لتحت ولا نتاع القماش تاعي.
بعد ما كملت القطع نتاعي البنات هنا رايحه نجيب البي هنايا رايحين تحتاجوا 75 سنتيم. 75 سنتيم رايحه تكفيكم للصدر نتاع القندوره، وهذو لي بياس في زوج. نحكموا البي نتاعنا على الحافه نتاع القطعه نتاعي ونخيط بهذا الشكل هذا. نخيطوا على الحافه نتاع البي، الجهه اللي طويله بالطبع في هذيك القطعه، يعني القطعه نتاع الدونتيل الجهه الطويله، من ثم رايحين نركبوا البي تاعنا ونقص الزايد تاع البي بهذه الطريقه هذه. دركا رايحه نفتح البي تاعنا نفتحوه جهه الداخل، يعني الثانيه هذه اللي تكون في البي ما نطبقوهاش، رايحين نفتحوها البنات بهذا الشكل هذا ونرجعوها جهه الداخل. شوفوا هكا جهه الداخل، ونروح نخيط من هنا على الحافه نتاع البي جهه لا دونتيل. بعد ما كملت القطعه هذه رايحه نكمل القطعه الثانيه ونرجع لكم البنات. بعد ما كملنا لي بياس البنات دركا واش راح نديرو، نروحو نزيدو نخيطوا البي نتاعنا للرقبه نتاع الفستان. نحكموا البي نحطوه على الرقبه، الحافه نتاع البي عند الحافه نتاع الرقبه، ونخيطوا على بعد 3 ملم ولا على الحافه هذيك اللي تكون مطبقه في البي. من ثم رايحين نخيطوه صاير داير مع الرقبه نتاعنا بهذا الشكل هذا، ونروحو كي نكملوا نخيطوه ساير داير نزيدو نطبقوه نرجعوه جهه الداخل بهذا الشكل هذا البنات. شوفوا يعني من هنا جهه الداخل البي نتاعنا رايحين نفتحوه بهذا الشكل هذا، ما نطبقوهش نخيطوا على هذه الحافه هذه جهه الفستان، نخيطوه كامل ونرجع لكم البنات. بعد ما كملت البي نتاعنا كيما راكم تشوفوا البنات ها هو كيفاه خرج، يعني جات الرقبه نتاعي ما شاء الله عليها. دركا نحكموا هذوك لي بياس اللي خيطناهم، البي راح يجي من الفوق شوفوا، ونحطوا وحده فوق وحده ونحكموهم بلي زيبانغل كامل مع القندوره نتاعنا باش ما يتحركوش، باه نروحوا نزيدوا نخيطوهم في الماكينه. شوفوا هنا يا البنات نحكموهم هاك بهذه الطريقه هذه. انا الفتحه نتاع الرقبه بعد ما حطيت هذو لي بياس درت الفتحه نتاعها 17 سنتيم. دروكا نحكمو كامل من هذه الجهات هذو بلي زيبانغل بهذه الطريقه هذه باش ما تتحركش معنا، ونروح نبدا من هنا ونخيط على الحافه نتاع البي جهه القندوره بالطبع. شوفوا كيما راني نوري لكم هنا، نبداو على الحافه نتاع البي جهه الفستان ونخيط البنات. شوفوا هنايا راني الفيديو هذا ما سرعتوش، قلت باه تفهموا، يعني ما كان لاه نسرعوه باش يكون الشرح واضح. هكا جهه البي جهه الداخل جهه القندوره. وصلنا هنا لي زيبانغل رايحين نحوها ونكملوا نخيطوا كامل هذو لي بياس مع القندوره نتاعنا. بعد ما كملت هذو لي بياس البنات راح نقص هذوك الخيوط الزائده ونحو هذه. هنايا كنت مدايره ابره هنا حكمت بها القطع مع بعضهم. دركا رايحه نزيد نخيط على الحافه نتاع البي باش نحكم القطع مع بعضهم بالخياطه. كي نلحق للبي هذا نطلعوا البنات بهذه الطريقه هذه باش ما نخيطش فوقه وتكون يعني الخياطه تعود باشعه فوق هذا البي، يعني ما تمدش منظر. شوفوا دركا كملنا هذو لي بياس تاعنا خيطناهم مع القندوره نتاعنا. واش راح نديروا دركا رايحين نقلبوا الفستان تاعنا ونروحوا نحو كامل هذا لافيزلين الزايد هذا، يعني هذا ما نحتاجوش لازم يتنحى بهذا الشكل هذا. ونروح نزيد هذو لي بياس هذو اللي درناهم في القندوره نحو الزوائد هذوك اللي في لي بياس، لازم نحوهم البنات ما نخلوهمش بالمقص كامل الزايد هذاك على بعد 1 سنتيم من الخياطه على بعد 1 سنتيم رايحه نقص هذوك الزوائد تاع لي بياس تاعي.
نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم البنات. دروكا بعد ما نزيدو نركبوا البطانه نتاع الوراء، يعني درتها كامل يعني بالتفصيل الممل في الفيديوهات السابقه. اللي ما تعرفش كيفاه تلصق البطانه نتاع الخلف رايحه ترجع للفيديوهات السابقه، راني درتها بالتفصيل الممل. نزيدو نركبوا ليمونش في القندوره نتاعنا وتشوفوها واجده باذن الله. هاي واجده معكم، نتمنى تنال اعجابكم ورضاكم. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم، ومع السلامة.